اخوان رحم الله والديكم، اكو في الظاهره احنا ناسيها بالنسبه للفواتح بما فيهم اني. يعني هاي واحد يقول ذكر النفعة الذكرى. يعني الحقيقه من شوف الحديث والقال والقيل، الناس اللي قاعده بالفاتحه وشوفها يعني اللي عنده مشكله واللي عنده حديث والما ملتقي، والقران يقرا زين. القران يقول بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرأ القران فاصنتوا له لعلكم ترحمون. يعني احنا نشوف واحدنا وياخذ غيبه وياخذ حديث وما يدري بنفسه. يعني الحقيقه يعني هاي الظاهره موجوده، يعني واحد ناسي نفسه. ثاني بعد اكو يعني في الظاهره من شيء الله يعني يرحم المتوفي بالجنازه، شوف الناس قدام الجنازه وحديث يعني اكو ناس سبحته يسبح هو يسولف بامور الدنيا. بس احنا ما اقول يعني اقول شنو هاي الغفله هاي اللي يعني لو طب مثل ما للقهوه مع احترامات يعني اللي يقعدون بالقهوه هذا، يعني قصدي يعني ما يصير شي حديث. يعني اسالكم بالله لو هسه واحد يطب للمحكمه يم القاضي بالممر يم القاضي، اكو واحد يتكلم وكذا وهذا بما فيهم يعني انا فد مره ذاك اليوم رحت على متقسم شرعي يعني شاهد وكذا وما ادري شو. يعني اذا ذب الابره تسمعها يخاف من بشر مع احتراماته للقاضي، بشر يعني شو هذا ومتقيدين وكلام الله سبحانه وتعالى. وبعدين قبل فتره رحنا الفاتحه عندنا بالحسين يا باب صخير بصراحه، وياي طبعا انا قال لا ابو علي انا قاعد هنا بذاك المكان ذاك متميزين. قلت شنو غير مكان قلت سبحان الله حتى بالحسينيه الفاتح مالات الله هنا انا قاعد هنا متميز هنا ما متميز. قلت العميه الحسينيه كلها مباركه. سلام الله عليك يا مولاي الرضا محمد، اختصركم قصه مختصره يعني بها معنى. الروايه تقول بيام المجالس الحسينيه يعني يقول يغمى عليه ما يحضر، يعني من يسمع المجلس على سيد الشهداء على جد الحسين يغمى عليه. فيوم من الايام ابو السط راح للمجلس قال يا ابو السط ما يقول له الامام شوف كذا ويتاثر يعني قال له يا ابو السط ليش امس رحت المجلس وما هذا معناته ما قلت لي؟ قال له مولاي رحت انا بس ايش ما ذيك كنت انا حاضر بالمجلس؟ قال له لا، قال له مو انت من اجيت وسقطت اثرت معناته وقع الرداء مالتك؟ قال له اي والله يا مولاي بس انا ما شفتك وين وشلون اثرت؟ قال له لا انا قاعد هنا يعني مع احترام شلون اقول بلد شيخ قاعد يعني شلون اقول كشوانيه امام معصوم سلام يعني معناته على المكان المقدس المكان الطار الحسينيه او المجلس الحسيني. يعني قال له مولاي مكانك مو هنا يم المنبر. قال له تدري من يم المنبر؟ يم المنبر جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جد امير المؤمنين جدتي فاطمه الزهراء. فذاك معناته يعني شوف يعني الامام وما فضل روحه قاعد. هسه احنا نعم شنو يعني مع احتراماتي يعني انا اقول هاي الظاهره واحد خلي تكون عنده معلومه بها. ثاني بعد فد مره طلعنا همات من الفاتحه سيد الاسلام قال لنا والله ابو الخير وكذا، وهذا طلع ما جانا وما قال لنا الله ابو الخير. واحد من عندهم ما منتبه لنا جو اخوانه ومسونا وكذا. هسه شنو هاي ندور هاي السوالف التعبانه هم ما عندهم مصيبه. يعني الحقيقه يعني اقول يعني واحد ودخل بغيبه وكذا وصار حديث دور جماعه متعجل واقفين يوم بالحسينيه برا هم اللي يدورون عم تدري شنو الغيبه معناتها يعني دام السبق ونشرتها. يعني يقول لان الانسان لا يعمل عمل والملائكه ترفع عمله. يقول لكم ملك بالسماء الدنيا يقول ارجعوا هذا العمل واضربوا على وجه صاحبه هذا استغاب خلمون بالارض. عم هاي الغيبه يا اخوان يعني هاي نصيحه اخويه تعتبروها بما فيهم. ترى نحكي على نفسي يعني احنا ولو سنه ما تجوز هسه من نحكي واحد ينسى روحه. هذا الشيطان ما يخلي واحد ما يصير خوشات يعني بصوره غير مباشره يتدخل في القال والقيل والافتراء والظن السوء. يعني حتى حديث انا قاعد بالحسين اسمع كذا وظن السوء وهؤلاء ظن السوء ما حد يخلص من عده. انا سبق ونشرته بما يروى زمن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اجت امراه سالته تحضر شجره سالته عدوا صحابه وجلاء وخيرين قال شوف محمد ايش عدوا وياها المراه يعني ظنوا السوء برسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
نزل جبرائيل على رسول الله قال له الله يقرأك السلام مع ذول تكلموا عليك خذوا غيبتك. بعد ما تصاحم قال محمد تعال هاي عم تصفيها هاي ليش افتريت؟ هسه ما كثر الافتراء والقال والقيل عمي خلي الله يرحمنا في الدنيا فانية كما قال عز من قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. واختم حديث اخوان لا يصير بخاطرك. هاي بالنسبة للفواتح يعني بصراحة خطار وكذا يجوا يعني هاي مال الأكل شنو ما يعني هو فوق ما عنده مصيبة. يعني أنا أقول أكو عندنا عوائل فقيرة وتعبانة والله العظيم يعني مرات جمعوا دولة على الخاص يودي بثواب المتوفي والله أثوب شيء. هسه جاك زائر وكذا يعني فد حراجات يا أخوان اللي راح يتقبلها ما يتقبلها. وأكو عندنا عوائل فقيرة ونوزع يعني مع تجاهز على الخاص ودولة. وأكو عندنا هواي عوائل والله تغلت الثواب يوصل هذا أثوب شيء. بس بالفاتحة رجال أنا تدري مرة واحد يعني كنت جماعة سولفوا قال حتى بيته راح أنت واحد قال بيته بعته.